سلام، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي مزيان؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي صحه جيده واحوالكم طيبه دائما يا ربي ان شاء الله. نشوفكم دائما فرحانين وبخير وعلى خير. فتنعاود نقول لكم شكرا مره اخرى على المشاهده ديالكم لجميع الفيديوهات ديالي وعلى التعاليق اللي كتخليو ليا، فتنشكركم بزاف. غادي نوجد معكم بانكيك كيف ما كتشوفوا. هاد البانكيك غادي نوجدوه بالبرتقال وبالقشر تاع البرتقال، كيجي بنين بزاف صراحه. عوض ما نديرو هكا حليب ولا ياغورت نديرو فيه البرتقال. غادي نشوفوا الطريقه ديال التحضير ديالو. غادي ناخذ هنايا 3 ديال البيضات، تقدروا ديروهم في الخلاط الكهربائي ولا فاش ما بغيتو، تقدروا ديروهم غير تضربوهم بالطراب اليدوي ماشي مشكل. صافي غادي ناخذ كيف ما قلت لكم 3 البيضات مع 6 الكيسان عفوا 6 المعالق ديال السكر. الا درتو 6 الكيسان ما نتوما في خير، يعني نص كاس ديال الزيت مع فاني. صافي وغادي نطرب هنايا هاد البيض مع السكر كيف ما تشوفوا. ضروري هكا ناخذ سباتيول وننزلوا بها هاد الخليط هذا اللي تيكون عندنا هنايا. فخديت هنايا كاس ونص ديال البرتقال. ملي تعصروا البرتقال ضروري تصفيو البرتقال، تاخذوا هنا واحد المعلقه كبيره تاع قشر البرتقال ولا جوج ديال البرتقالات، تحكوهم غير القشر اللي كتكون برتقاليه. صافي انا خديت هنايا الخماره مع الطحين، فغادي نخلي لكم مقادير في صندوق الوصف بالضبط شحال درت ديال الطحين. صافي غادي نحاول هنايا نخلط هاد المقادير كاملين، والخليط يجي بحال الكيك تماما، يكون الخليط ديالنا في نفس القوام ديال الكيكه باش تيجينا هكا كيجيو منفوخين وكيجيو زوينين هكا. ملي تنطيبوا البانكيك ديالنا كيجي زوين. صافي وغادي ناخذ هنايا واحد الكاس كيف ما كتشوفوا اللي غنخوي فيه هاد الخليط هذا ديال البانكيك، باش ملي تنبغيو هكا نكبوا في المقلاة كتجينا سهله. ولا غادي تاخذوا واحد المغرفه حتى هي تقدروا تستعملوها. انا غادي نجربهم لكم بجوج باش تشوفوا الطريقه. وهي ملي تستعملوا هكا المغرف ولا تستعملوا غير الكاس نيشان، حاولوا انكم ملي تصبوا من الكاس ولا من المغرف هكا كتنزلوا هذاك الزوائد اللي تيكونوا باش ما يبقاش يقطر لكم في المقلاة على الفرن ديالكم. صافي هانتوما كتشوفوا معايا هاد البانكيك تيجي زوين بزاف، تيجي محمر وتيجي خفيف. كنتمنى تجربوه، اللي صراحه تيجي المذاق ديالو زوين وديك النكهه تاع البرتقال كتكون طالعه منه. صافي هانتوما كتشوفوا. كنت باغيه نفتح معكم وحده صح ما فتحتهاش باش تشوفوا كيفاش تيجي من الداخل. راه تيجي زوين بزاف وتيجي هشيش. انا تنصب هنايا من هاد الكاس نيشان، ودايره حدايا هنايا اللوز في نفس الوقت كيتحمر شويه للتزيين. هانتوما شوفوا معايا البانكيك شحال تيجي زوين وتيجي منفوخ. صافي انا كملت هاد العجين اللي عندي خليط ديال الكيك. خديت هنا واحد الكاس ونص ديال البرتقال بطبيعه الحال تصفيوه، معلقه ديال السكر ومعلقه ديال الكريم باتيسير. الا ما كانش ديروا نشا. المعلقه ما تعمروهاش بزاف باش تحصلوا على هذا القوام هذا اللي كتشوفوا. وفانيليا بطبيعه الحال درتها في الاول. ضروري يكون القوام ديال هذا الخليط هذا تاع البرتقال يكون بحال هكا. صافي غتبداو تسقيو به وهو ساخن بطبيعه الحال. تسقيو البانكيك كامل. انا راني سقيت البانكيك من الداخل وعاده تنكمل هنايا من الفوق ديال البانكيك باش كيتشرب مزيان وتيجي شارب مزيان وكيجي زوين وتيجي هشيش بزاف هذا البانكيك هذا. حيت هاد الكميه هذه اللي عطيتكم ديال البرتقال غادي تصبوها كلها على البرتقال على هاد البانكيك عفوا، باش كيتشرب مزيان وكيجي هشيش تيجي رطب. صافي كتزينوا باللوز هكا شرائح اللي غادي نتحمروا مع هنايا فيرميسيل شوكولا. فالتزيين كيبقى على حسابكم نتوما كل واحد والطريقه ديال التزيين ديالو، وتزينوا هكا باش بغيتو. تقدروا ديروا غير هاد الخليط اللي درنا ديال البرتقال هاد الكريمه هذه. صافي الا ما بغيتوش كاع ديروها راه تقدروا ديروا غير العسل وتحكوا فيه هكا قشره البرتقال ولا. المهم نتوما راه التزيين كيف ما قلت لكم تيبقى على حسابكم نتوما وعلى الرغبه ديالكم. فكتبقى غير الفكره وصافي كنشاركوها مع بعضياتنا. كنتمنى يعجبكم البانكيك وتجربوه مع هاد النكهه تاع البرتقال. يا سلام بالصحه والراحه.